الفيديو النهارده ملوش علاقة بالطبخ ولا بأي روتين يخص البيت، بس حاجة كده لطيفة ظريفة حصلت معايا فحبيت أوريها لكم. أنا واقفة بنشر عادي خالص، شايفين المنشر اللي هو في الشباك الأولاني أو المشهد الأولاني دوت. بلم الغسيل فلقيت الحمامة دي جاية عليا، فأنا في الأول اتخضيت وبعدين اديتها الأمان يعني، فوقفت على التكييف بتاع الشباك اللي انتوا شفتوه الأول. الشباكين دول في نفس الصف يعني جنب بعض، فانا عشان عايزه انشر تاني فرحت الشباك التاني وناديت لها، فلما ناديت لها جت زي ما انتم شايفين كده. ده كده شباك اوضه البنات، لكن الشباك الاولاني كان غرفتي انا. حطيت لها شويه رز، هي في الاول كانت قلقانه. حطيت لها شويه رز وبعد كده حطيت لها ميه. عايزه اقول لكم ده اليوم الخامس اللي هي بتيجي فيه، كل يوم بتيجي بحط لها اكل وميه. من يوم يعني من ليله 20 رمضان وهي الحمامه دي بتجيلي، كل يوم بتجيلي بحط لها اكل وميه، وافضل واقفه جنبها كده. على فكره يعني ابتدت ما بقتش خايفه مني ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا بقيت صاحبتها وبكلمها عادي كاني بكلم بني ادم. يعني لما تكون واقفه بعيد انادي لها اقول لها تعالي فبتيجي، اقول لها انت جعانه احط لها اكل، كلي يلا هستني هجيب لك ميه، وكاني بكلم بني ادم قدامي. انا عايزه اقول لكم ان انا فرحانه جدا ان انا يعني الحاجه ديت جت عندي وانا اكلتها وشربتها. حاجه بسيطه جدا بس بالنسبه لنا كبيره جدا ومفرحاني جدا. انا بحب الحمام بحب الحمام اكتر من العصافير ومن اي حاجه تانية، يعني من اكتر من اي حيوان تاني بصراحه. ياسين نفسه بقى فرحان، بقيت اجيب له الكرسي ويقف جنبها. صح يا ياسين؟ مش بحط لك الكرسي بتقف جنب الحمامه تتفرج عليها؟ لا انا هتفرج على حمام بتاعي. ما هي خلاص بقت بتاعتك، كل يوم بتيجي كده تقف عند الشباك وبتقعد تنادي يا ياسين يا ياسين. انا احب الطيور بتاعتي كله منين. انا احب الطيور بتاعتي. انت بتحب الطيور بتاعتك؟ اه ياسين بيحب الطيور في العموم يعني. والولاد فرحانين بيها، وكل يوم يسالوا ها جت، اقول لهم ده ما شاء الله من 10 الصبح بتيجي على الشباك تقف، وانا طبعا بقوم احط لها ميه واكل، وخلاص بقت مطمنالي وبقت صاحبتي. كفايه لو بتكلم معاها، حتى لو حكيت لها سر مش هتفتشوا بره يا جماعه. الفيديو دوت لو عجبكم او حسيتوا ان انتوا شفتوا حاجه لطيفه النهارده، يا ريت تنزلوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. استنى ياسين، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. وطبعا هتشيروا علشان اي حد عنده تكييف زي ده او عنده بلكونه يحط على سور البلكونه شويه اكل وشويه ميه للطيور، خصوصا الجو ابتدى يحرر يا جماعه، فالطير بيبقى لهفان يا عيني على شويه ميه. فانت لو ساعدته بحاجه زي كده يا سلام على جبل الحسنات بقى اللي انت هتتحصل عليه. شايفين ما شاء الله، سبحان الله له في خلقه شؤون، يعني سبحان الله. هسيبكم بقى مع الحمامه صاحبتي. ومع السلامه.